يا سي الاستاذ مش هقدر ازودك، اديك شايف الدنيا بعافيه. مش القصد يا ست صباح، انا قضيت ونفسي اجيب فلوس بجد. طب وانا اعمل لك ايه؟ دي ارزاق وده رزقك كده. طب بص يا ست صباح، من الاخر كده يعني انا مش بثق في حد غيرك هنا في المنطقه ديت، وعشان كده يعني انا عايز ادخل معاكي في اي مشروع، ما انا مش هفضل طول عمري يعني ادي دروس خصوصيه. طب يعني عايزني اعمل لك ايه؟ اشوف لك مكتبه وتشتغل في الورق ولا عايز ايه بالظبط؟ يعني نفسي ادخل معاكي في اي مشروع. بس عشان تخش معايا في اي مشروع لازم تحط فيه فلوس. ما تاخذنيش يعني عشان ابقى مطمنه. طب بص يا ست صباح، انا ابويا راجل عنده نص فدان يعمله حوالي نص مليون، وانا سمعت ان مشروع الورق ده بيكسب لو احنا استوردناه من بره، وانا ليا في الانجليزي والانترنت، يعني احنا ممكن نراسل شركات بره ونستورده. تصدق فكره الورق دي فكره حلوه؟ انا طول عمري نفسي اشتغل في الورق، بس اللي كان مانعني الاستيراد والانجليزي والفواكس، ماليش في الدوشه دي. بس ادم شغال معاك ماشي، افكر ونشتغل سوا. يعني انت موافقه؟ موافقه، ادم هتحط فلوس زيك وماله. اعمل لي بقى دراسه للمشروع، شوف كلفته كام، ونعمل شركه النص بالنص وانا معاك. يا سلام يا ست صباح، من بكره الصبح ان شاء الله هكون عندك بالمفيد. يا مسهل. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. حسب بس بالراحه عليه. اقعد بقى كده ايدك معانا، قول بسم الله. واللي مكلف نفسك كده على الصبح يا معلم زينو؟ بجملة يا سيدي. تعيش يا معلم، كل يوم. السلام عليكم. قال انا عندي، تعالى بسم الله، بدي ايدك يلا يلا. ايه يابا ده في ايه؟ ولا حاجه. انت عارف الحمام البلدي قطم وسط وركب انا وامك. قلت بقى لا مؤاخذه نجيب حمامه فرنجي ونغير السيراميك. انت عارف البلاطه اللي موتت كانت موت امك اول امبارح. انا مش فاهم حاجه، هي فين امي يابا؟ انا هتبقى فين؟ في الشغل. يعني هي ما تعرفش حاجه من اللي بيحصل ده؟ لا انا عامل لها مفاجاه وهتقول لها. طب فهمني بقى يابا عشان مش فاهم. بنغير السيراميك بتاع الحمام، بنقلبها فرنج. عايز تفهم فيها ايه دي؟ طب بعد اذنكم يا رجاله عايزك ثانيه يابا والنبي. بلاش اطفح يعني. يابا تعالى وبعد كده ابقى كل يابا. ايه؟ ما كانش ليها لازمه يابا المصاريف دي كلها. انت جبت الفلوس دي منين؟ ربع ولا بليمه احمر يالا. انت عارف الواد شوقي السباك اللي في اخر السوق صاحبك؟ انا خدت منه الحاجات. انت بقى تروح تقول له ابويا خد منك حاجات بكام وتكيشه على طول. وانا هدفع منين انا؟ نعم؟ تدفع منين؟ انت انا مش صاحب الجمعيه؟ يابا انا لسه قابضها ما بقاليش ساعه يابا. يعني عفنت من ساعه؟ في ايه؟ خلينا انا وامك عايشين في العفانه والمتانه دي عشان ترتاح. كام يابا الحساب؟ كله على بعضه بالصنايعيه والفول والطعميه وكل الحاجات دي 5000 جنيه. كام؟ كام؟ ايه هيجيلك سكته قلبيه؟ في ايه يالا؟ ايه يعني 5000 جنيه؟ ما تقبض 10000 جنيه على قلبك قد كده. يابا حرام عليك وربنا اللي بتعمله فيها ده حرام عليك وربنا، لو ربنا كده حرام. حرمت عليك عيشتك. فين الجلابيه؟ فين الجلابيه؟ السلام عليكم. خلاص يا علي، خلاص يا علي يا ابن زينهم. يا رب خدني يا رب عشان علي يرتاح. يا رب استنى يابا استنى. ارتاح يابا استنى يابا. يا اخي اتنيل على يابا رايح فين؟ يا رب خده اهو. يابا رايح فين انا يابا؟ رايح في 60 ده. يابا ده واد كلب ابن كلب. وانتوا رجاله يلا والنبي شهلوا خلصونا من الليله دي. طب نشرب شويه شاي. يا ريس اشرب الشاي بعد ما اتخلصت من النسيبه اللي احنا فيها دي. ايه اللي موقفك هنا؟ وبسبوسه سرحانه فين الدرجات دي يا ماما؟ ايه ده انت هنا من امتى؟ بقالي ساعه واقف هنا. بلاش كده، ساعة ايه بس؟ لسه جايه حاجه. ايه كنت فين؟ فكري فيا صح؟ لا خالص. ايه الصراحه دي؟ طب اكدبي عليا قولي لي بفكر فيك يا حبيب قلبي. كنت بفكر في حد بحبه قوي. اكتر مني؟
بكتير. ده مين بقى ده ان شاء الله؟ ماما الله يرحمها. والله يعني لو ست الوالده يعني اكيد مش هنعرف نقول اي حاجه. ده الجنه برضه تحت اقدام الامهات يعني، وده حاجه ما فيهاش كلام. واللي فكرك بيها بقى؟ يعني المكان آداب قسم إنجليزي. انا اسف السؤال يعني يا ابتسام، هو ايه علاقه قسم انجليزي بالمرحومه؟ ماما كانت رئيسة قسم إنجليزي 10 سنين. هنا في اداب؟ استغرب ليه؟ بس انا اول مره اعرف الموضوع ده. ما أنا ما بقولش. وده كان السبب الرئيسي إن أنا أدخل الجامعة دي، مع إن بابا كان مصر إن أنا أدخل لأي جامعة خاصة. أنت عارف، أنا طول عمري بعتز باللغة العربية، وعشان كده دخلت آداب قسم عربي، عشان أبقى دايما هنا وافتكر أيامي وأنا صغيرة. هو انت كنت بتيجي هنا وانت صغيره يا ابتسام؟ لما بابا كان بيجي ياخدها من المحاضرات كنت دايما بجري قدام مكتبها، فراش المكتب يجي يجري ورايا عشان ما اقعش. كنت بتجري ليه بقى؟ كنت عايزه ابقى دايما معاها، مش عايزاها تسيبني. وفي الاخر مشيت وسابتني. لا لا والنبي والنبي بلاش، ده النهارده يوم مشمس وكله طموح يعني، فبلاش والنبي يعني دراما وكده. ده كلامك. شفت كلامك عمل ايه فيا؟ كلامي؟ هو فين كلامي ده بس؟ يعني انا نفسي اشوف ده. انا قربت اروح لدكتور تخاطب والله. ليه؟ يعني كل ما اجي اشوفك كده تهت وافكر كده واجمع مع نفسي اقول لها بحبك ازاي، وفي الاخر برضو ما بعرفش اقولها. ما تقلقش، احساسك واصل. بجد؟ طب ما تيجي ننزل من المكان اللي محطك ذكريات ده. تعالى. يلا. عايز. عادل، بص كده. حلو قوي اوضه النوم ديت. ممكن نخلي الواد فهمي النجار يعمل لنا اختها بالظبط، بس لازم نديله مساحه الاوضه الاول. بص ديت فاتحه شويه، بس اللي هينطقها بقى لون الستاير مع الحيطان. هي مساحه الاوضه كام صحيح؟ ربنا يسهل. طب هي الشقه كام اوضه؟ اعمل ايه؟ اقول لها ايه؟ طب تردش عليا ليه؟ بلاش هاديه، في ايه؟ في واحد على القهوه مستنيه بالملزمه. يعني انت قلقان على صاحب الملزمه اللي مستنيها على القهوه، ومش قلقان على واقفه قدامك هتموت على شقه عمرها؟ مالك يا عادل؟ بقول لك ايه، ابويا النهارده مستنيك على العشاء. ها؟ لا بلاش عشاء النهارده، مش كل يوم انا هتعشى معاكم. لا يا عادل هتيجي وهتتعشى مع ابويا. مش عايز تيجي ابقى كلمه واستفلوا سوا، انا طالعه. تعالوا يا رجاله، خش تعال. حط اللي في ايدك هنا. ايوه، وانت حطه هنا كده. ايوه تمام. شكرا يا رجاله. يلا انتوا على المكتب. شكرا. انت هتقلبني البيت مخزن ولا ايه؟ الورق ده كله مخزن ايه وبتاع ايه؟ دول شويه ورق يومين ثلاثه كده وهنشيلهم. ماليش فيه. حلني بقى لغايه ما يبعت حد يلم لها وكراكيبه دي كلها. وبعدين هو اخوك مخلص يقدر يرمي ورقه بيت المحروسه سمر؟ ولا احنا خلاص يا اخويا بيتنا بقى صفيح زباله العيله؟ ما انت بترمي نفسك بقى. ده انت مره قلت الادب قوي. ايه؟ شويه ورق حطيناهم وهنشيلهم، وانا حاطط عيد على قلبك. مره غريبه جدا، على طول محساني بالقله وان اخويا بيسرقني. ده اخويا يعني جزمته فوق راسك. استغفر الله العظيم يا رب. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ هسيب لك البيت يا محروس وبربي عيالك انت بقى لو تقدر يا اخويا. انت بتهدديني بالعيال اي مره تسد مكانك. هو يعني اسيبك تقل ادبك يا تسيب البيت وتمشي؟ ما في 60 داهيه. وما تنسيش ترطرطي مع عمك وتزودي في الحوار.